السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم مع فيديو جديد ووصفة جديدة، ونتمنى من الله تعجبكم هذه الوصفة. واخا كلشي كيديرها ولكني الطريقة ديالي انا شكل اخر. نتمنى من الله تعجبكم ولكني تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. غتقولوا لي هذا القوام كله لاش؟ انا غادي نوريكم ولكني تبعوا مزيان. هذه الحلوى انا راه تقريبا شي 30 عام وانا كنديرها، ماشي على دابا بحال دوك كيبانوا هاد الحليوات وداكشي. انا راه قديمه عندي وبغيت نشاركها معكم، حيت كتقولي شاركي معنا كلشي. دابا كنبدا نجبد وكنجبد كاع دوك الحلاوه اللي عندي وبغيت نشاركها معكم ان شاء الله. نتمنى من الله تعجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش. الله يجازيكم بخير باللايكات وتبارطاجيو مع الاهل ديالكم. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي مرحبا بها تشارك. وبلا ما نطول عليكم، دائما في التقديم خصني نقول هذا الشيء. نبداو على بركه الله. غادي نديرو، غادي تقولوا لي ندير حلوه ديال التمر. ها هو التمر عندي انا تقريبا، عندي شي نص كيلو هنا. بغيت نشاركها معكم نص كيلو. تقولي شي كلشي راه كيديرها، ولكن انا الطريقه ديالي في شكل اخر. نتمنى بالله تعجبكم وتبعوا معايا المقادير. عندي هنايا نص كيلو ديال التمر. هانتوما غتشوفوا المقادير. عندي هنايا واحد 2 معالق ديال الزنجلان، معلقه ديال اللوز محمر ومطحون، ومعلقه ديال الزنجلان مطحون هذا حبوب ومصهده. عندي هنايا واحد شويه ديال النافع، واحد 4 معالق ديال القرفه. عندي هنايا واحد شويه ديال الهيل، حبه الهيل اللي يقول لك حبه الهيل فينا هي، هما كلشي كيعرفوها. هي هذه انا نشريها وكنطحنها كنخليها للحليوات. عندي واحد معلقه صغيره د الزبده. عندي شويه ديال القرنفل وشويه ديال المسكه حره، وواحد شويه ديال الكوزه محكوكه والقرفه. هما كاع المقادير. ندوزو دابا للطريقه. عندي هنايا هاد التمر، غادي ندير القرفه، شويه د النافع. كتجي هاد النسمه غزاله فيها. واحد شويه ديال المسكه حره، ها هي حره، ها هي شويه د القرنفل، عي واحد رشيشه قرنفل شويه مجهد، عي واحد شويه ديال حبه الهيل طحناهم انايا زويون. انا قلت لكم ها هو حبه الهيل، ها هي كي دايره اللي ما كيعرفهاش. غادي ندير الكوزه، الكوزه غندير واحد الحكيكه. هكذا كانت عندي مطحونه ساعه غليظه، ها هي غير واحد الحكه هكذا. والله ونشوفوا ملي ديروا هذا القوام كله، الا ما يحمقكم هذا المذاق جربوها. نديروا داك شويه ديال اللوز المطحون والجنجلان مطحون، معلقه صغيره ولا كبيره، وهذا الجنجلان صحيح. تقولوا لي شنو هو في هذا الكويس؟ هنا دايره الروح ديال الزهر، واحد القطره ديال الزهر. الروح ديال الزهر راه كيتباع عند مول الحلويات. تقولوا نعطيني الروح ديال الزهر، كيعطي لك، راه داير بحال الزيت. كديري واحد القطيره ولا 2 وكتزيديها معاه معلقه ديال الزهر، الماء الزهر، باش كتخلطي انت حسب الخليط ديالك. وكديري واحد معلقه صغيره ديال الزبده، ها هي. وغادي نخلطو كلشي. انا غادي نخلط كلشي ونتلاقاو من بعد.
ما نطولش عليكم الفيديو. تقول لي كي خلطات، ها نتوما كان معاك هادو، كان معاك كلشي. انا كاع درت ديك المعلقه ديال الماء الزهر كلها، والروح ديال عليكم. ها نتوما بغيتو ديروا اكثر من داك القوام، كل ما زدتو مكسرات او اللوز والجنجلان زويون كيجي واحد المذاق. في الاخر غادي ناخذوا واحد الكويره نخليوها ترتاح، وندير واحد الكويره على حسب العجين اللي غادي ندوزو دابا العجين اللي غادي نصاوب. عاوتاني العجين طريقه اخرى ان شاء الله. دابا غندوزو للعجين. العجين عندنا هنايا واحد 250 غرام ديال الزبده. انا نفضل ديروا الزبده ديال العبار، كتجي بنينه بها، كتجي غزاله. ما عندكمش غادي ديروا ديال البواطه. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، عندي هنايا 4 كاس ديال ماء الزهر، عندي هنايا 3 المعالق ديال السكر كلاصي غربلوه عاد ديروا بالعبار. عندي هنايا 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، عندي هنايا الروح ديال البنان. انا قبل كناخذو كيكون صفر، دابا ولا ليموني برتقالي، المهم اللي لقيته. هنا الماء الزهر غادي نزيد عليه الروح ديال الزهر، واحد القطره ولا جوج، كتجي واحد المذاق فيه زويون. صافي. وعندي هنايا الطحين حسب الخليط، وعلى حسب الطحين اللي كيكون عندكم. كان اللي كيشرب، كان اللي كيجي هو هذاك. المهم الطحين نتوما واحد الرشيشه ديال الملحه. نبداو على بركه الله. هانتوما اللي نديرها غربلو السكر كلاصي عاد عبرها، ديروا واحد 2 معالق بركه، 2 معالق بارك الله نجيب البركه. وغادي نخلطوهم. غادي 250 غرام ديال سكر كلاصي، عفوا 250. وغادي نديروه وغادي نبقاو ندلكو حتى ندخلو داك الماء الزهر، نخدموها مزيان حتى الزهر ما يبقاش يبان الماء ديالو. نزيدو ديك المعلقه ديال الروح ديال البنان، كتجي غزال. انا نبقى نزيد في الطحين حتى تجمع. جمعوا لي هاد الجناب ديالهم. انا هنايا راه عابره 500 غرام، ولاني ما غادي نديرهاش كلها، نشوف على حسب. راه كتعرفوا الطحين اللي كاين اللي كيشرب، راه واخا ديك الساعه تبان لك خفيفه، ولكن من بعد راه انا المهم انا عندي هنايا 500 غرام. هانتوما ملي كنكورها هي هذيك صافي. غادي نخليها ترتاح بما نوجد الشيء الاخر. نتلاقاو من بعد باش نكورو هذا اش كيقولوا له التمر، وغادي نكورها حتى هي باش كتجيني سهله في الخدمه. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. دابا غندوزو نشكلو العجين. عندي هنايا انا راه كورت، خصني باش نوجد شويه مشغوله. درت هنا العجين
درت فيها 20 غرام، والكويرات ديال التمر درت فيها 8 د الغرام. نتوما غادي تخبطوا حتى تكوروا كلشي، العجينه والتمر عاد تجلسوا تخدموا. انا درت لكم معايا هذا القياس باش عاد نجلس نقبض كرسي ونجلس نخدم على خاطري. المهم غادي نوريكم على الطريقه. انا عندي هادو، لا تعقلوا عليهم، انا اقسم لكم يمينا الا واخداهم في التسعينات. كنت كتاب ليا مشيت لقطر عند اختي وتما بانوا ليا وانا نشريهم، وبداو كيتباعوا تاني هنا في المغرب، ولكن هنايا نقارضوا ما بقاوش كيتباعوا كاع بزاف. هادو ملي كنا كنخدموا بهم، انا كنت نخدم بهم هذه الحلوه ديال التمر، ماشي بحال دابا عاد خرجوا. وهذه نيت فعلا حتى هي كنت خديتها معاهم، راه ليها 30 عام هذا المرشم كنخدم به. ما نكذبش عليكم باش تعرفوني انا ما كان فياش نخدم وكنصاوب الحلوه من زمان. المهم غادي نخدم لكم بهذا الشكل. ها نتوما خدموا ديك الساعه باي مول اللي عندكم. كنقبطوا العجينه، كلشي باين، وكنديروا واحد الكويره كنسدوا عليها باش كيجيكم كلشي قياس واحد، وكنكوروها. الا جاتكم شتوا العجينه شويه خفيفه زيدوا واحد 2 ولا 3 د المعلقات. كندير عي واحد شويه ديال الطحين باش ما تلصق لياش في المول. كنقبط هذا المول شتيه وكنبرك عليها وكنحطها. هانتوما واضح، كنا كنسمعوا عيد طق وكنبرك، وها هي واجده. هانتوما نعاود معكم وحده اخرى. كنقبطوا العجين، هذه اللي فيها 20 غرام وهنا 8 غرام، وكنجمعوا العجين. وانتم ديك الساعه نتوما حسب الرغبه اللي بغيتو ديروا كبيره ولا صغيره، نتوما لكم الاختيار. كنقبطوها وكنديرها بشويه ديال الطحين باش ما يتلصقليش غير هذاك المول. هانتوما هذا هو الطابع، وكنحطها وكنبدا نبرك عليها. نبرك عليها مزيان الجناب. هانتوما وكنضرب في الارض في الطابله في الوسط اللي كنخدموا فيها كي كتجي زوين. هانتوما انا بدلت واحد المرشم، ما درتش الخشبه ديك المغرفه هذه ما درتهاش، وانا درت هذه عاوتاني بدلت. ها هو الطابع ديالها. انا غادي نوريكم. نخبطوا التمر والعجين كنكبروهم. ترى وريتكم الطريقه بحال الاولى، هي انا غادي نوريكم. هذا المرشم حتى هو كيجي زوين، والاكثريه باش كنخدم كنقبط هنا واحد شويه ديال الطحين وكنديروه في المرشم وكنبرك عليه. وكندير عاوتاني شي شويه ديال الطحين في يديا باش ما يلصق لياش، وكنبرك عليه هاد الجنيبات باش يخرجوا الزواقه ديالهم. دائما هاد الجنيبات وكنبرك عليها وكتخرج ليا هاد الشكل. الغريبه ديالنا منين بردات. ها هي غادي نقبطو دابا السكر كلاصي ونقبطو بقيم في الغربال، وغنديرو ليها فوق هكا حتى تتبرد. انا ما بغيتش نمرمدها بزاف. الكميه الثانيه حتى هي، ونخليهم شويه في السكر كلاصي. الغريبه ديالنا ها هي صافي حيدتها من السكر كلاصي، كتجي من داكشي تجي غزاله. لا ما نقول لكم جربوها وردوا عليا الخبر. نتوما ما تخسروا والو، جربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو، وان شاء الله غادي نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. ما تنساونيش باللايكات
والاشتراك والبارطاج. وشكرا لكم. فضلا وليس امرا شاركوا في قناتي شهوات زبيدة. وشكرا لكم على المتابعة، ومع فيديو جديد ان شاء الله. انا نقسم لكم هذه الحله، شوفوها كتجي، راه عارفين الغريبه ديال التمر كي كتجي. انتم والله الا ما شهيتوني فيها. غزاله كتجي، واكثريه داك القوام اللي في التمر راه لا يعلى عليه، عرفتي كي داير واحد المذاق. جربوها وردوا عليا الخبار، وشكرا لكم على المتابعه. ان شاء الله مع فيديو جديد، مع السلامه.